مالك شاب جزائري في فرنسا اتمسك في قضية وخد 6 سنين، وبيكون ما يعرفش حد جوه السجن، لكن بيتعرف على كبير السجن اللي بيشغله معاه وبيكون دراعه اليمين، بس بعد كده بيقدر يخلص منه وبيخرج بسلام. بيبتدي فيلمنا مع الجزائري مالك وهو قاعد مع المحامي بتاعه، وبنعرف ان محكوم عليه ب6 سنين سجن، وهو في العربية بيخبي فلوس في الكوتش، لكن اول ما بيوصل بيلاقوها وبياخدوها وبيدوله لبس السجن، وبيظهر انه ما يعرفش اي حد هناك، وكمان بيرفض يقول ديانته ولا ليه اي حد جوه السجن ولا بره السجن، وبيقول للظابط انا هدخل مع اي مجموعه. بيدخل مالك لزنزانته وبيبدا يشتغل في الخياطه مع السجناء، واثناء ما هم في الساحه بيجيله 2 وبيتخانقوا معاه وبيضربوه وبياخدوا منه جزمته لانهم عرفوا انه لوحده، لحد ما بنروح لسيزر وبيظهر انه كبير السجن ورئيس عصابه، وكمان مشغل ناس من الحكومه معاه. بيوصل واحد مسلم اسمه رياب وبيقول له ظابط ان مطلوب انه يتقتل قبل ميعاد محاكمته. وفي تاني يوم بيجي الملك واحد من رجالة سيزر وبيطلب يقابله في الساحة. لما بيروح بيتعرف على سيزر وبيقول له احنا فرنسيين ومستعدين نحميك وتنضم لينا مقابل انك تقرب من رياب وتقتله، بس بيرفض مالك انه يعمل كده وبيطلب يتكلم مع قائد السجن، لكن رجالة سيزر بيجوا وراه وبيمسكوا مالك وبيخنقوه وبيعرفوا فيتوري وده واحد منهم انهم اصحاب السجن ولازم يسمع كلامهم يا اما هيتقتل، وبيعلموا واحد منهم ازاي هيقتل رياب، لحد ما في تاني يوم بيقابلوا مالك وبيمسكه وبيقتله. واول ما بيطلع بره بيقابل واحد من رجالة سيزر اللي بيديله سجاير وبيعرفوا انه بقى في حمايتهم، وبيبدأ يتعلم القراءة والكتابة وكمان بيدرس باقي المواد لحد ما بتمر سنة عليهم، ومالك بيحاول يتكلم زي الفرنسيين وكمان بيتعرف على رياض وبيبقوا صحاب. فبيجي خبر على التلفزيون قدام سيزر بان في بعض السجناء هياخدوا عفو، بس سيزر لما بيقعد مع محاميه بيقول له انك مش من ضمن القايمة، بس سانتي وفيتوري هيطلعوا. بيتنفذ القرار ورجالة سيزر بتخرج وبتسيبه لوحده، وكمان رياض بيخرج لانه كان عنده سرطان بس اتعالج، وبيفضل مالك مع سيزر. فبيدي الملك تليفون وبيعرفه انه هيتنقل في زنزانة جنبه فيها كل حاجة وهيقدر يكسب فلوس من شغله معاه. بيتنقل مالك وبيبدأ شغل على كبير، وكمان بيشتغل مع واحد تاني من ورا سيزر في بيع المخدرات جوه الاكل عن طريق المطبخ، وكمان بيكون علاقات داخل السجن لحد ما بيطلبوا سيزر وبيسأله تعرف ايه عن شغلنا، فبيقول له مالك جاك بيكون رئيسك وانتم شغالين في قمار مع الايطاليان، وبنعرف ان فاضل له 3 سنين ويخرج وممكن يكونوا اقل على حسب سلوكه. فبيطلب منه يقدم طلب افراج وهو هيساعده يخرج، ورياض صاحبه بيجيله وبيديله طلب قدمه له على شغل وتوافق عليه. ولما صاحبه اللي بيبيع معاه مخدرات بيعرف انه هيخرج بيطلب منه يجيب له شنطة فيها مخدرات مقابل انه يشرب معاه في السجن زي ما هو عاوز، لكن بيرفض بعد ما بيعرف مكانهم. واخيرا بيتوافق لمالك انه يخرج لمدة يوم واحد من 7 الصبح ويرجع 7 بالليل. وبيخرج مالك وبيقابل رياض اللي بيديله تليفون وبيعرفه لو احتاج اي حاجة يكلمه، وبيوديه لمكان الشغل علشان يمضي حضور. وبعد كده بيقابل واحد اسمه سامبيرو تبع سيزر وبيديله شنطة وعنوان علشان يوديها فيه، فبيروح وبيسلمها وبيرجع تاني ياخد منه فلوس. وبعد كده بيروح لمتجر وبيدخل الحمام وبيجيب شنطة كان صديقه في السجن قايل له عليها، وبيقابل رياض وبيديها له وبتكون فيها 25 كيلو حشيش، فبيقول له هنهربها ونبيعها لحسابنا، والليل بيكون قرب عليه فبيضطر يرجع للسجن تاني. وفي تاني يوم بيجي الملك اسطوانة بيكون رياض مصور فيها ناس وبيعرف ملك عليهم، ورياض وهو ماشي بالعربية بتطلع عليه عصابة وبيضربوه وبيخطفوه وبياخدوا البضاعة اللي معاه، وبيكون رئيسهم مصري واسمه لطيف. وبيوصل لمالك الخبر بانهم عاوزين فلوس علشان يسيبوا رياض، فمالك بيقول له ادفع لهم، وكمان بيعرف ان لطيف ليه اخ جوه السجن وبيعرف عنوان بيتهم، فبيبعت رجالة لامه علشان يصوروها وكأنها بتتشنق، وبيخطط مع 3 اصدقائه وبيوصلوا لمحمد اخو لطيف وبيضربوه. فبيقول له لو عاوزنا نسيب امك قول للطيف يسيب صديقي والحاجة اللي معاه. سيزر لما بيعرف اللي عمله مالك بيمسك معلقة وبيعوره في عينه وبيقول له بتخاطر بخروجك من هنا علشان شوية فلوس. وفي تاني يوم بيعرفوا سيزر ان خروجته الجاية هيسافر لمارسيليا، هيقابل واحد اسمه ابراهيم الاطرش هتعرف منه تكلفة قطع علاقاته مع الايطاليان علشان يسيب لهم الشغل كله. فبيجهز نفسه مالك وبيخرج الساعة 7، فبيقابل رياض وبيعرفوا رياض ان الشغل بتاعهم واقف وهو مستني يلاقي لطيف علشان يقتله. فبيوصل للمطار وبيركب طيارة وبيروح لمارسيليا وبيقابل رجالة ابراهيم اللي بياخدوه معاهم، واخيرا بيقابل ابراهيم وبنعرف ان رياب اللي مالك قتله كان
علشان من رجالته. فأول ما بيعرف إنه عربي وشغال مع سيزر بيقلب عليه، وقبل ما يضربه بالنار بيقول له مالك في غزالة هتطلع قدامنا، وبيظهر الغزال وبيخبطوه. فبيحس إبراهيم إنهم لازم يسيبوه يعيش، وبيعترف له مالك إن هو اللي قتل رياب. فبياخده معاهم لبيتهم وبيقعدوا معاهم، وبيقول له إبراهيم موافق على عرض سيزر بشرط إنه يعرف الجاسوس اللي عنده ويقتله. فبيطلب منه مالك يحلله مشكلته مع لطيف، وبيسيبه مالك وبيرجع للبلد تاني. وبيعرف رياض إنه هيقعد مع لطيف ويتفق معاه على توحيد شغلهم سوا في كل حاجة. بس رياض بيقول له إن المرض رجع له تاني واحتمال يبدأ في علاج كيماوي، وبيرجعه للسجن. وسيزر بيعرف سامبيرو إن في خاين بينهم، وبره رياض بيوصل للطيف وبيرجع له الفلوس بتاعته. ومالك بيقول لرياض اديهم للإمام مصعب وهو هيعرف يدخلهم. لكن أول ما بيروح للإمام مصعب بتوقفه مجموعة، وحسان وده واحد منهم بيجتمع بيه. فبيقول له مالك أنا عاوز انضم لحمايتكم مقابل إنكم تاخدوا الفلوس. فسيزر بيقول للمالك أنا قابلت فيتوري وهنعرف مين الجاسوس اللي شغال مع الإيطاليان، وأنا عاوزك تكون فريق علشان تقضي عليهم، وكمان تقضي على رئيس العصابة جاكي. وجاكي ده اللي مشغل سيزر، والمهمة هتكون في باريس. وبيوعده لما يخرج هيشغله معاه. ورياض بيجيله وبيعرفه إنه رجع للعلاج تاني، وبيوصيه ياخد باله من مراته وابنه لو حصل له أي حاجة، وكمان لازم يوافق على عرض سيزر والرجالة موجودة. وفي تاني يوم بيرجع له رياض تاني وبيعرفوا إن الرجالة هربت أول ما عرفت العملية، وبيدخل عليهم سيزر وفيتوري وبيضربوا رياض. بس مالك بيقول له هتصرف، وبيعرف رياض إن هما الاتنين اللي هيعملوا العملية. فبيطلع مالك ورياض وبيقابلوا فيتوري وبيضربوه وبياخدوه معاهم في العربية لحد ما بيوصلوا الفندق، وبيستنوا جاكي هناك. لكن أول ما بيوصل ما بينزلش من العربية وبيكمل طريقه. فبيطلعوا وراه لحد ما بيقفوا وبينزل الحارس، وبيقرر مالك إنه ينزل لوحده وبيقتل الحارس والسواق، لكن بيتضرب عليه نار بس بيقدر يستخبى. وبيطلع بعد كده وبيقتل الجاسوس، وبيطلع من العربية وهو معاه جاكي، وبياخدوه معاهم في العربية لحد ما بيوصلوا المكان. وبيروح له مالك وبيقول له إن سيزر بعتنا علشان نقتلك هو وفيتوري، فخد حقك من فيتوري. وبيسيبه وبيمشي. بيروح البيت مع رياض وبيعرفه إنه خلاص بطل علاج الكيماوي ومستني الموت في أي وقت. والصبح بيرجع مالك للسجن، فبيدخل في حبس انفرادي لأنه اتأخر عن ميعاده. وفيتوري بيظهر وهو مقتول في العربية. أما في السجن حصل تنظيف لكل الشرطيين الفسدة بما فيهم رئيس السجن اللي كان بيساعد سيزر. ورياض بره بيتعب جدا لحد ما بيموت. ومالك بيخرج من الانفرادي وبيكون انضم للمسلمين، وسيزر بيظهر وهو بره لحد ما بيقوم وبيروح له. لكن مالك بيقول الاتنين يروحوا ويوقفوه، فبيضربوا سيزر. وأخيرا بيقضي مالك فترة عقوبته وبيخرج بسلام، وبيقابل مرات وابن رياض علشان يعتني بيهم. وبيخلص فيلمنا لحد هنا. بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا فولو وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لنا فولو. دمتم في أمان وسلام. سلام.